اللي هو صحيح، هو مسلسل حديث الصباح والمساء دوت بيتكلم عن ايه بالظبط؟ ومين النقشبندي ده؟ وليه تايه في عالم شكله غريب قوي كده؟ وليه الناس كلها مش حاسين بوجوده وما بيردوش عليه الا شخصيه واحده وهي داوود باشا المصري؟ ويا ترى ايه هي النهايه الحقيقيه لكل ابطال المسلسل؟ اسئله كتير قوي هنعرف اجابتها في الحلقه ديت ان شاء الله. معاكم كريم الجندي وقناه السينما وما حولها. لما حد بيقول لي ايه هو المسلسل المصري اللي صعب يتعمل زيه تاني، من غير ما افكر كده بقول حديث الصباح والمساء. المسلسل المفضل لتقريبا كل عيلتي، تحديدا جدتي اللي كانت دايما بتقول لي ان حكمة الحياة موجودة فيه. وانا طبعا كنت عيل صغير مش فاهم اي حاجة. ممكن ناس كتير قوي مش فاهمين المسلسل بيتكلم عن ايه بالظبط، مستمتعين بالحواديت الصغيرة لكن مش فاهمين الحدوتة الكبيرة عايزة تقول لنا ايه، والمسلسل عايز يقول لنا ايه، وجدنا يزيد المصري عايز يقول لنا ايه. يلا بينا نبدأ الحكاية، وكالعادة هنفكر بعض بقصة المسلسل قبل ما نتكلم عن اي حاجة. المسلسل بيحكي حكايتنا احنا، التاريخ المصري الحديث من اول نابليون ومحمد علي وانت طالع، خلال 3 عائلات وهم عطا المراكيبي، يزيد المصري، والشيخ الأيوبي. نشوف الأحداث السياسية والاجتماعية اللي مرت بيها مصر من خلالهم هم وأحفادهم وولادهم اللي بيفضلوا يتجوزوا من بعض وبيعملوا شخصيات أكتر وأكتر وأكتر. تقريبا ده أكتر مسلسل مصري ممكن تشوفه في حياتك فيه شخصيات. والجميل إن رغم عدد الشخصيات الضخمة أوي دوت، كل شخصية مكتوبة بعناية هي والحكاية بتاعتها، مش مجرد حواديت سطحية كده أو عادية، لأ، حواديت متنوعة وجميلة جدا وليها سحر خاص روحاني كده، تحسها عاملة زي فكة السيف كده في تنوعها. حكايات دمجت ما بين الواقع والخيال والحقيقة والأحلام. ويمكن الجزء الروحاني اللي موجود في تاريخنا دوت هو اللي بيميزنا وبيميز ثقافتنا عن الثقافة الغربية اللي أغلبها مادي تحت. المسلسل اتكلم عن عالم الأحلام وتفسير الأحلام والثقافات الشعبية بكل ما فيها من حقيقة ومن أوهاس، وعالم ما بين الموت والحياة اللي هو البرزخ. ويمكن التيمة الأساسية اللي مسيطرة على المسلسل هي الموت والحياة والرحلة اللي بينهم. وفي كل حلقة صرخة مولود ومعاها قهوة سادة وصوان وعسل. ويمكن دوت بيفسر اسم المسلسل. الصباح معناه فجر العمر وبدايته وقوته وشبابه، والمساء معناه الشيخوخة والعجز والنهاية، زي رحلة الشمس بالظبط من مشرقها لمغربها، وإن احنا زيها بالظبط مسيرنا في يوم للغروب. وكمان كلمات التتر عبرت عن دوت بشكل دقيق جدا عن التتابع بتاع الموت والحياة. عبرت عن الحلقات وما فيها من ان كل شوية حد يتولد وحد يموت. يا حي طول ما انت حي مسير ويجي الدور، دي حكاية متكررة من يوم ولدت الضي. يمكن دوت بيتجسد في اللحظة اللي راح فيها عزيز المصري لعطا المراكيبي عشان يقول له انه صاحبه اتوفى. في اللحظة ديت اتولد اول مولود ذكر لعطا. الموت والحياة في نفس اللحظة، لحظة ميلاد الفرح كان في حديث رايح. مواقف كتير قوي شبه ديت بتتكرر مع كل عيلة. كل عيلة في المسلسل كانت حكاياتها وشخصياتها تشبه الأساطير بالظبط، تشبه حكايات ألف ليلة وليلة. الفقير الغلبان اللي حلم واتجوز بنت السلطان وعاشوا في تبات ونبات، والجميلة بنت الحسب والنسب اللي اتجوزت الضفدع أو الوحش واللي بعد كده طلع أمير وكريم بأخلاقه. حكايات تانية عن ناس رفضت الظلم والاحتلال وقاومت. ويمكن النقيض هو الشيء الأساسي اللي حاضر طول الوقت في شخصيات المسلسل. هتلاقي ناس عاشت مع هوانم في قصور ولقمتهم كانت ذهب وفضة، وناس تانية عاشت في حواري وأزقة وكانت لقمتهم دقة وملح. وهتلاقي في الحواديت شخصيات كانت متدينة وشخصيات صوفية وشخصيات تانية ما بتفرقش بين الحلال والحرام أصلا، وشخصيات قاومت الإنجليز وشخصيات تانية تعاونت معاهم، وشخصيات كانت مع سعد وشخصيات كانت ضد سعد. بتكلم طبعا عن سعد زغلول. النقيض كان دايما حاضر بشكل أو بآخر. فهتلاقي عطا المراكيبي شخص بيحب الحياة، عاشها بكل الطرق، حب الدنيا وحبته، وزي ما كان بيقول الطمع في كرم الله فضيلة، فربنا رزقه في دنيته من وسع. وعلى النقيض صاحبه اللي زي أخوه بالظبط، الزاهد في الدنيا في يزيد المصري، واللي أغلب حواره في المسلسل كان عن الموت والزهد في الحياة وإن كل شيء زائد. وتأملوا مشهد يزيد المصري وهو مع مراته فرجة في آخر مشهد ليه في المسلسل قبل ما يروح لقبره، لما كان بيقول لمراته لميني لقمة كده وما تكتريش، حطها لي فوق منديل قماش عشان ياكلها قبل ما يموت.
وكان بيخرج من البيت حافي لولا ان مراته فكرته، اللي هو خلاص يعني من كتر ما هو عارف ان كل شيء زي كان ماشي مش مهتم باي حاجه، لما جاله الشيخ الايوبي في الحلم وقال له ان معاه ده. وتقريبا كل اخير في المسلسل كانوا عكس بعض تماما. فهنلاقي مثلا عمرو المصري اللي هو ابن عزيز شخصيه تحب تشوفها كده في عيلتك، شخصيه تحب تكون عايش معاها او عارفها، بعزه نفسها بكرامها باخلاقها، على عكس اخوه سرور. فهنلاقي مثلا شخصيه محمود المراكيبي، الشخصيه الماديه الجافه اللي تحسه كده مفيش حاجه فارقه معاه، ما بينهارش ما بيعيطش، واخد الحياه كده بشكل جد قوي، على عكس اخوه احمد الرقيق جدا، العاطفي جدا، الوجداني جدا. قيس بقى كده كل حاجه، حتى الجوازات في المسلسل هتلاقي برضو فيها النقيض ده ما بين الاخوات والحاجات اللي شبه كده. اللي يمكن كان اشهر النقائض في الجواز يعني او النقيض في الجواز كانت شخصيه داوود المصري وشخصيه عطا المراكيبي، الاتنين اللي تقريبا من نفس البيت ونفس البيئه، اللي اتجوزوا اتنين اغنى منه بكتير. هتشوف بقى الفرق في الطباع وازاي ده نجح وازاي ده فشل في جوازه وهكذا. هنتكلم عنهم بالتفصيل قدام، وكمان عن عزيز المصري وداوود المصري وبرضه النقيض بينهم اللي برضه ليهم جزء هتكلم عنه بالتفصيل. بتظهر شخصيه في المسلسل ملخبطه الناس طول الحلقات، شخصيه ماشيه معاها كتاب كده في ايديها بتلف بين شخصيات المسلسل ومحدش فاهم مين دوت ولا بيعمل ايه. شخصيه محدش شايفها ولا حاسس بيها الا يزيد المصري الجد الاكبر. وبنعرف ان اجواء الاحلام والعالم الغريب دوت اللي مسيطر على المسلسل، بنعرف ان هو بسبب ان احنا بنشوف المسلسل من خلال عيون النقشبندي الراقد في المستشفى بين الحياه والموت، اخر حفيد للعيله. النقشبندي ابن قاسم ابن عمرو ابن عزيز ابن يزيد المصري، الحفيد اللي ساب مصر وهاجر بعد النكسه، وجاله جده يلومه ويعاتبه في المنام واداله الكتاب وفتح له باب الرؤية عشان يعرف هو مين ويشوف الحكاية، وعمال يلف ويدور بين الشخصيات بيحاول يلاقي إجابة على السؤال. ومحدش من الشخصيات حاسس بيه ولا بيتواصل معاه إلا شخصية واحدة حست بيه وتواصلت معاه من بين كل شخصيات المسلسل، وهي أكتر شخصية في المسلسل استحق إن احنا نقف عندها ونتأملها. الشخصية الوجودية الفاتنة داوود ابن يزيد ابن المصري، ابن فرجة واخو عزيز المصري. داوود اللي خطفوه عسكر محمد علي وهو بيلعب في الشارع وعمره 4 أو 5 سنين وكان لسه يدوبك بيتكلم، هو وأطفال كتير تانيين خدوهم عشان يتعلموا بره ويلفوا ويشوفوا ويعرفوا، عشان لما يكبروا يرجعوا بلدهم معاهم تعليم عالي ومتعلمين كويس، يرجعوا دكاترة ومهندسين. لكن قصاد دوت حرقوا قلوب أمهات كتير جدا وآباء كتير جدا. وشوف بقى كم أم اتحسرت على ابنها اللي ما شافتوش خالص، اللي يمكن كان بينزل لهم مرة واحدة. يعني داوود المصري من هو عنده 4 سنين لحد ما رجع لأهله وهو كبير شافهم مرة واحدة بس. وبعد سنين كتير قوي بيرجع داوود لأهله والحي البسيط وهو متعلم تعليم عالي وبقى دكتور، في وقت اللي كان بيفك الخط أصلا كانوا بيحترموه جدا، ما بالك بقى ده راجع دكتور ومن بره مصر من فرنسا. ولما رجع داوود لحيه البسيط وقعد مع أهله على طبلية، فداوود غصب عنه اتقسم نصين، بين داوود اللي عاش بره ولف وشاف وقعد مع السقراطيين على السفرة وكلب الشوكة والسكينة، وبين داوود ابن حي الغورية اللي بيقعد على الطبلية مع أهله، ابن العطار وابن فرجة اللي ما بتعرفش تفك الخط. بعدها بيقرر داوود انه يتجوز ثانية الوراق بنت الارستقراطيين وبنت الباشا، وبعدها بياخد البشوية وبيحاول يبقى منهم. شخصيتين موجودين جوه انسان واحد، ساعات واحدة تغلب التانية لكن الاتنين طول الوقت موجودين. جرب داوود يمشي مع شخصية داوود اللي اتعلم وعاش بره، فقرر يتجوز زي ما قلنا بنت الباشا ثانية الوراق ويعيش حياته. لكنه في اليوم اللي اخد فيه البشوية اللي المفروض يكون اسعد لحظات حياته واكتر لحظة هو بيتمناها، لما وصورته بتنزل في الجرايد وخلاص ياخد البشوية وقاعد مع الخديوي وقاعد في قصر والدنيا معاه تمام، في اللحظة دي داوود بيكون مش سعيد وحاسس ان دول لا اهله ولا ناسه ولا دوت مكانه. ومع الوقت التعاسة زادت اكتر واكتر لحد ما صرخ جواه داوود ابن حي الغورية صرخة احتجاج على العيشة اللي هو عايشها، فبيطلق بنت الباشا ثانية الوراق، جوز جوهر الجارية اللي شاف فيها طباع امه وهدوءها ومعاملته لابوه وتقديرها له واحترامها له، المعاملة اللي ما شافهاش من بنت الباشا ثانية الوراق. واتجوز جوهر الجارية وعزل نفسه تماما عن كل الناس وخدها وعاش في حتة بعيد،
حالة اغتراب كاملة عاشها داود المصري. داود ما اختارش اي حاجة في حياته، ما اختارش انه يسافر ويبعد، وما اختارش انه يقرب ويرجع. وبعد فترة لما خرج داود المصري من عزلته وطلب انه يقابل اخوه، وفي مشهد ليلي في احياء القاهرة على احد المقاهي في الحسين، سأل داود عزيز احنا جينا ليه؟ فرد عزيز قال له انت مش قلت لي ان انت عايز تيجي الحسين؟ ما فهمش عزيز سؤال داود من اول مرة، لانه ما عندوش نفس الصراعات الداخلية اللي عايشها داود. فبيسأل تاني داود بشكل اوضح المرة دي، احنا جينا الدنيا ليه يا عزيز؟ فبيرد عزيز ويقول ردته سبحانه وتعالى رايد لنا نيجي الدنيا ونجيب عيال، والعيال تكبر وتجيب عيال، واهو الدنيا تعب. جايين عشان كده بس؟ تفتكر؟ كل حي جاي يشهد مكتوبه، جاي يشهد على اللي كتب له في اللوح المحفوظ ويتوكل. ربنا يكرمك يا داود يا اخويا ويطول في عمرك. ورد عزيز دوت نابع من فكرة النقيض اللي اتبنى عليها شكل العلاقات في المسلسل. سؤال داود عند عزيز كان سؤال غريب ورده بديهي وسهل، واجابته واضحة وصريحة جدا عند عزيز، لان عزيز حياته كانت مستقرة على عكس داود. ولما هنتأمل حياة عزيز هنلاقي انها حياة مستقرة، حياة هادية. عزيز عاش مع ابوه وامه طول حياته، اتولد وعاش ومات في نفس البيت، اتجوز نعمة بنت صاحب ابوه اللي يعرفها من هو صغير. كل حاجة شافها وعاشها عزيز كانت شبهه، عكس داود تماما في كل حاجة. داود اللي عاش حالة كاملة من الاغتراب لحد ما لقى جوهر ولقى فيها أصله وخدها ورجع بيها وعاش في بيت أبوه وأمه. فضل طول حياته يدفع تمن اختياره دوت، اختياره انه يرجع لأصله. داود فضل عايش طول حياته تايه ما بين أهله وناسه، وزي ما بيقول في مشهد فريساء نفسه في آخر مشهد ليه في المسلسل لما بيموت في بيت أبوه وأمه، داود بيرسي نفسه وبيقول عمري ما عرفت أنا مسافر ليه ولا رايح فين ولا جاي امتى. مسافر وسط ناسي لا عرفوني ولا عرفتهم. ركاب قطر اللي بتيجي محطته بينزل ما يعرفش حتى وش جاره اللي كان جنبه. داود هو الوحيد اللي تواصل مع النكشبندي في عالم البرزخ وعالم الأحلام. سوري، انا بحسبك زيهم مش شايفني يعني. خد راحتك يا داود باشا. باردون يا هنا. وكأن يزيد المصري عايز يقول للنكشبندي ان دواك هنا في حكاية داود من بين كل الحكايات اللي انت هتشوفها، لان النكشبندي هو داود بطريقة او باخرى. الاتنين فضلوا تايهين طول حياتهم وما وصلوش الا لما رجعوا لنقطة البداية ورجعوا لأصلهم. داود اللي في آخر أيامه لما رجع لبيت أبوه وأمه وعاش مع جوهر ارتاح جدا وكان باله رايق وكان مستمتع بالحياة وحس إنه لقى داود الحقيقي. أما بالنسبة للنكشبندي اللي زي ما قلنا اللي كان نايم في المستشفى ما بين الحياة والموت، بيفوق في آخر حلقة لما بيعرف الحكاية كاملة وبيعرف إن دواه في حكاية داود، لما بيعرف الحكاية كاملة من جدوده الثلاثة، وبيفوق وبيطلب الكتاب في إشارة لتاريخه وأصله وإنه خلاص هيرجع تاني لأصله بعد ما فهم واستوعب حكاية داود. ودي كانت من أهم الحاجات اللي بيناقشها المسلسل والحدوتة الكبيرة بتاعت المسلسل، وهي أزمة الهوية. وفي نظرية تانية بتقول إن اللي كان فيه نكشبندي دوت ما هو إلا نظرية اسمها الوعي التجمعي، بمعنى إن كل إنسان فينا جوه DNA بتاعه أو الحمض النووي يعني اللي مر بيه أهله، واللي مر بيه أهله دوت ما بيشوفوش ولا بيعرف عنه حاجة إلا لو كان في مرحلة ما بين الموت والحياة. هنا بيتفتح دوت والDNA دوت بيظهر من خلال الأعصاب والإشارات اللي بيبعتها للمخ وبينور منطقة جوه بتنور جواه وبيعرف الحكاية كاملة. طبعا ممكن يكون دوت هبت، بصراحة ما عنديش أي فكرة ولا الكلام ده علمي أصلا ولا لأ،
بس احنا هنمشيها حلم وخلاص. جليلة الطرابيشي، في ناس اتكتب عليهم ان هم يشوفوا حبايبهم بيروحوا واحد ورا التاني، ومع كل واحد بيروح حتة من روحهم بتزول لحد ما بيجي في الاخر الموت ويلم اللي اتبقى منهم وياخدهم ويمشي. تاني شخصية تستحق ان احنا نقف عندها ونتأملها وهي جليلة الطرابيشي. اكتر شخصية الناس حبتها في المسلسل هي وعالمها وكراماتها وعالمها الروحاني دوت، واللي زود جمال الشخصية ورونقها كده ان اللي جسدتها وحولتها من ورق حلو مكتوب لشخصية من الدم ولحم هي الجميلة عبلة كامل. عبقرية الشخصية انها بتجمع ما بين الجنون والحكمة، خفة الدم والرزانة. وكانت شخصية جليلة بترمز للتراث الشعبي المصري اللي لسه يمكن حاجات منه كتير مكملة لحد دلوقتي، اللي هو العالم الروحاني الغريب دوت. يمكن جليلة مرت بمواقف صعبة كتير قوي في المسلسل، لكن يمكن اكتر موقف وقفت عنده بحب اشوفه كتير ممكن المشهد دوت بتخرج فيه جليلة كل الحزن اللي كان متراكم عليها في كل المواقف الصعبة اللي مرت بيها في حياتها، عشان خلاص صاحبتها اللي هي نعمة اللي اتعودت انها تقضي معاها اجمل ايام حياتها وتفضفض معاها خلاص راحت. وبشكل عام شخصية جليلة دي من الشخصيات اللي على مدار الحلقات بالذات لما بتكبر بتبقى بتضحك اكتر، وبتكون شخصية فيها كده حزن يعني وحب الحياة غريب شوية مع وجود عالم الغريب اللي هي عايشة فيه بكراماتها ده. فبجد كانت شخصية حلوة قوي، وهي الشخصية الوحيدة اللي فضلت حية لحد الآخر وشافت كل الناس دي وهي بتموت. مسلسل حديث الصباح والمساء من المسلسلات اللي مع كل فرجة ومشاهدة دي هتكتشف حاجات جديدة، وفعلا لو وقفنا عند كل شخصية من شخصياته الكلام عمره ما هيخلص، لأن المؤلف يهتم إن كل شخصية يكون ليها أكتر من طابع. حتى الشخصيات الثانوية اللي بتظهر بيديك كام لفتة كده يفهمك الشخصية ديت مرت بيه قبل ما تشوفها أنت دلوقتي على الشاشة. ومن الحاجات اللي خدت بالي منها قريب وأنا بتفرج على المسلسل إن المسلسل ما كانش فيه كلمات حب صريحة. الكلام والحوار كان بسيط جدا، كلام طالع كده من القلب، كلام رغم بساطته إلا إنك بتحس إن كلام أغاني الدنيا ما يجيش جنبه في حاجة. حتى الاعتراف بالحب في المسلسل كان من خلال نظرة جميلة كده أو ابتسامة خفيفة ورد فعل بسيط. ردود أفعالهم وطريقة مواقفهم كان كلها حب. المؤلف خلى المسلسل يقول كلمة بحبك بمليون ألف طريقة غير إنه يقول كلمة بحبك. ولما تتفرج تاني على المسلسل حاول تتأمل السيناريو، هتحس إن السيناريو بيوحي أكثر مما يقول، وله معاني كتير غير المقصودة في الموقف. سيناريو كده معتق من الحياة، وله نغمة جميلة كده على الوجه والقلب. كمان اختيار الممثلين كان في محله قوي. دايما لما باجي احاول اعيد كده اشوف مين ينفع مكان مين او ممثلين من بره المسلسل يجوا مكان ممثلين، في 4 مش بلاقي لهم بديل بصراحه. اول واحده هي جليله اللي اتكلمنا عنها، تاني شخصيه هي داوود المصري اللي اداها خالد النبوي ببراعه والمراحل من هو شاب، اللي هو راجل في الاربعينات كده، راجل كبير. الاداء كان عبقري قوي، ورحله الصراع بتاع الداخلي ديت اداها ما اعتقدش ان في ممثل تاني ممكن يعملها زي ما عملها خالد النبوي. وكمان تالت شخصيه هي عطا المراكيبي اللي عملها احمد خليل. الراجل دوت انا بحبه قوي. احمد خليل بحس انه ممثل مهدور حقه، مسلسل يعني ممثل ما خدش حقه بما فيه الكفايه، بالاداء الصوتي بطريقته، يعني ادوار الشر بادوار الخير، ممثل تقيل. حتى في الكوميدي شوفوه في الباب عامل ازاي. الممثل دوت ليه معزة خاصة جدا في قلبي لأن صوته شبه صوت جدي بالظبط وشبهه شوية الشكل. ورابع شخصية ما أقدرش أبدلها نهائي هي شخصية يزيد المصري. يزيد المصري شخصيته اترسمت على الورق كده بطريقة عبقرية جدا، تحس إن هو عمود البيت، الأب المصري القديم دوت بالطريقة يعني الرجولية جدا في جسمانيا وحتى من جوه صلب كده، لكنه في نفس الوقت رومانسي وراهق جدا وبيحب القعدة الحلوة والفرفشة والضحك لكن مع الرزانة. وطبعا أحمد ماهر أدى الشخصية بعبقرية. في النهاية مسلسل حديث الصباح والمساء بحسه عامل زي عزاء كبير قوي، عزاء مش قصدي ميتم ولا صور، عزاء لكل شخص فرقوه حبايبه، عزاء لكل شخص كبر وحبايبه كل اللي حواليه عمالين يموتوا وهو عمالة يكبر، وكل ما يكبر أكتر كل ما حبايبه والحاجات اللي متعود عليها تقل. عزاء لمشقة ورحلة الإنسان في الأرض. المسلسل دوت هيفهمك ليه الإنسان بيعيش 80 سنة بالكتير أوي، أو يعني آخره حاجة 80 سنة، لأن كمية الحاجات اللي هيكون متعود عليها وهتروح هتموته من 1000 مرة قبل ما يموت الموتة الأخيرة، والحنين هيقتله 1000 مرة. مسلسل عزاء لمشقة الإنسان ورحلته في الأرض بيفكرنا وبيصبرنا إن الدنيا ديت مرحلة مؤقتة، وإن النهاية مش هي النهاية،
وإن رحلتنا زي رحلة الشمس من الشروق للغروب، وإنها مهما كانت صعبة وكلها مشقة وفراق إنها في الآخر مش النهاية. ودي حاجة جميلة قوي إن إحنا نكون جوانا عارفين إن الدنيا ديت مش هي النهاية الأخيرة، وإننا أكيد في يوم إن شاء الله هنتجمع مع حبايبنا اللي فرقونا على خير، وإن الحياة قطر ماشي وكل واحد ليه محطة بينزل فيها لحد ما القطر بيوصل للمحطة الأخيرة وبنتجمع كلنا. وهسيب لكم في الوصف لينك فيه النهايات الحقيقية لكل شخصيات المسلسل، أتمنى تشوفوه. بس كده وكده خلصت حلقتنا عن واحد من أكتر المسلسلات المصرية اللي اتعلقنا بيها وحبيناها، وإن شاء الله الحلقة الجاية هتكون عن أكتر 10 مسلسلات مصرية أثرت فيا، والمسلسل دوت هيكون من ضمنها وهيكون جزء منها. شكرا جدا واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.